السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. النهاردة هعمل معاكم الكشري المصري بكل اسراره وتكاته، وهيطلع معاكي احلى واجمل من محلات كمان. اللهم لك الحمد بفضل الله. كل اللي داق الكشري من ايدي عجبه جدا وشكر فيه. فهقولك كل الاسرار وكل التفاصيل وكل حاجة عرفتها عن الكشري بتاع المحلات هقولها لك، وان شاء الله يطلع معاكي مظبوط جدا. هقول لك العدس ازاي يطلع معاكي ناشف، البصل مقرمش ان شاء الله. لو قعد لتاني يوم، لو بيت معاكي قعد كام يوم في التلاجة مش تاني يوم بس، هيفضل بنفس القرمشه بتاعته. الشطه، الخل، الطماطم، كله هيطلع معاكي ان شاء الله مظبوط، وهيطلع اجمل واحلى من محلات كمان. هنا بس حبيت اجرب معاكم واوريكم الطبق بتاعنا لما حطينا كل حاجه عليه عامل ازاي. ما شاء الله بصراحه طعمه جميل جدا. الكشري لما بيتبقى معاكي تاني يوم بيكون طبعا اجمل واحلى بكتير من اول يوم كمان. لما بيت واحنا بنحبه كده، احنا بنحب الكشري تاني يوم كمان، يعني احنا بناكله اول يوم او يتبقى شويه بخليه تاني يوم بيكون جميل جدا. فعشان كده انا بحب ازود في الكشري. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف عملنا ايه. اول حاجه خالص الطماطم. في الكشري لازم تكون الطماطم معاكي تكون كويسه، تكون الطماطم مسكره. ما تكونش الطماطم الناشفه اللي بتيجي تضربيها في الخلاط بتلاقيها قطع كده في قلبها، دي هتبقى وحشه جدا في الكشري. لازم تكون الطماطم كده حلوه، الطماطم المستويه الجميله، مش مفعصه طبعا، تكون مستويه وحلوه. عشان تطلع معاكي الكشري تطلع معاكي مسكر. وطبعا هنا عدس ورز. والبصل بتاع الكشري لازم يكون البصل اللي هو الابيض ده، ما يكونش الاحمر. البصل الاحمر للكشري ما بيبقاش حلو، بيغمق، مش هيكون حلو معاكي خالص. وطبعا عندنا المكرونه والعدس والحمص والثوم، كل الحاجات دي اللي احنا هنستخدمها، والخل. شايفين المكرونه دي المكرونه انا مش بلاقيها عندي في البلد، هي المكرونه دي اصلا بتاعه الكشري في بلد جنبي كده، فبروح اجيبها منها. ساعات احب اجيب للكشري بجيب كام كيلو كده اخليه عندي. والاسباجيتي نفس الكلام. المكرونه بتبقى الحبايه بتاعتها مليانه شويه، والاسباجيتي بتكون تخينه كده مش رفيعه زي اللي بتتباع في الاكياس، دي بتيجي سايبه. بس بصراحه بتكون جميله جدا. العدس غسلاه ومنضفاه. وطبعا نقيته كل حاجة، جبت مية بتغلي وحطيته عليها. هحط العدس على النار. ممكن تبتدي بالبصل الأول، بس على ما العدس يستوي هيكون البصل يا دوبك احمرت معايا. البصل هنا مقطعاها قشرت البصل وغسلته وقطعته جوارح. يا دوب اللي هحطه عليه معلقتين دقيق ومعلقتين نشا. بس ممكن تعمليه من غير دقيق ومن غير نشا هيكون حلو برضو، بس هيضطر معاكي لو بيت لتاني يوم هيضطر معاكي بسرعة جدا. للأمان أنا بحط الدقيق والنشا بيطلع معايا مقرمش أول يوم، ولو قعد 3 أيام في التلاجة برضو بيفضل معايا مقرمش. ولو اتبقى شوية بصل ما احتاجتهمش بعمل بعدها مكرونة انسجام وبستخدمهم برضو بيكون جميلة جدا. العدس حطيته على النار، ما حطيتلوش اي حاجة، ولا ملح ولا كمون ولا حاجة خالص. لسه هنزود له كده مع بعض دلوقتي. البصل بس بحاول افكه كده علشان كله يدخل في قلبه النشا والدقيق. بحاول كده افكه كله كده من بعض. معايا العدس اهو، انا هغطيه بقى واسيبه يستوي مع نفسه. والحله دي انا هشغل فيها في كل حاجه بقى. الحله اللي انا هحط فيها البصل دي حطيت كميه حلوه كده من الزيت ونزلت عليها بالبصل. لازم تكون كميه كويسه عشان الزيت ده اللي هنستخدمه في كل حاجه للكشري. وهنشوف دلوقتي هنعمل بيه ايه. البصل بتحطيه ما تقلبهوش، لو قلبتيه النشا والدقيق هينزل تحت وهيتحرق. شايفين انا بعمل ايه؟ انا بحاول انزل بس البصل في قلب الزيت، مش بقلبه. بسيبه بقى كده لحد بس ما ياخد بس لون كده من تحت، وابدا بقى اقلبه كده بالراحه. مش بقلبه بسرعه، الا لما ياخد لون بقى يبدا ينشف معايا كده بقلبه بقى بسرعه. كده تقليب على خفيف واسيبه. وهنا بقى كل شويه باجي اشوف العدس بتاعي، يعني خلاص ساعات بيستوي او يبقى فاضل تكه صغيره خالص، ما يستويش قوي ما يتهريش قوي، هصفيه. وكده خلاص البصل معايا احمر اهو، اللون بتاعه ما شاء الله جميل. حابه تسيبي لونه اصفر كده فاتح براحتك، حابه تغمقيه شويه بس لو غمقتيه هيمرر معاكي في الاكل. كده اللون بتاعه حلو قوي. وممكن تسيبيه افتح سنه كمان بس مش قوي عشان يبقى مقرمش، لو سبتيه فاتح قوي هيكون طري. بطلعه بقى في مصفى، لو حطيته على مناديل مطبخ هيضطر معايا بسرعه، فعشان كده بطلعه على مصفى. الزيت اللي يكون بزياده هيتصفى في قلب الطبق اللي تحته، وبقيه الزيت صفيته كده في طبق. وهنا الحله نفس الحله اللي عملت فيها البصل، وطبعا العدس صفيته برده سبته يبرد. نفس الحله اللي عملت فيها البصل هسلق فيها المكرونه. حتى لسه بهو البصل لسه في قلب الحله، هي ما غسلتهاش، صفيته بس وسبت شويه زيت في الحله، وحطيت ميه بتغلي وشويه ملح. هنا نزلت بالاسباجيتي الاول. انا هعمل كميه المكرونه بتاعتي كيلو، خدت ربع كيلو بس اسباجيتي، براحتك لو حابه تكتري الاسباجيتي. وكيلو الا ربع خدتهم من المكرونه اللي هي رفيعه دي. حطيت الاسباجيتي الاول لانها انا لقيتها بتاخر في السوى عن المكرونه العاديه، فعشان كده حطيتها الاول.
مفيش يعني دقيقة بس، ورحت حاطة المكرونة التانية مش كتير. سبت بقى المكرونة تستوي، وهنا بقى للعدس. التكة بتاعت العدس دي خطيرة بصراحة، طلعت جميلة جدا. هنا جبت العدس، حطيت شوية زيت برضو من بتوع البصل، هو ده اللي هستخدمه في كل حاجة. خليتهم سخنوا، ونزلت بالعدس بعد ما صفيته خالص من المية اللي فيه، وحطيت شوية ملح وشوية كمون بس. وهقلبه بقى كده تقليبة حلوة كده لحد المية بتاعت العدس ما تنشف. انتوا شايفينه كده، تحسوا ان هو معجن شوية، هو مش معجن. هو بعد شوية بس لما يتهوى، بعد ما اطفي النار عليه ويتهوى، هتشوفوا شكله بقى، تلاقوا المية اللي فيه ناشفة. هتكون شكله جميل، يعني هو نفس العدس بتاع الكشري اللي احنا بنجيبه من بره. هو كده لسه، طبعا لسه ما طفيتش عليه. هطفي عليه بقى واسيبه يتهوى كده مع نفسه. والمكرونه كده خلاص استوت. انتوا بتحسوا شكلها معجن، هي المكرونه دي كده تحس ان شكلها معجن. اول ما بصفيها وبغسلها بميه بقى كده من الحنفيه، خلاص بترجع لطبيعتها، بكون كل حبايه لوحدها. انما هي المكرونه دي، لان المكرونه دي سايبه، مش المكرونه اللي هي بتاعه الاكياس الشركات دي، لا دي مكرونه سايبه، بس بصراحه جميله جدا في الكشري. نفس الحله اللي عملت فيها البصل وعملت فيها المكرونه، غسلتها بقى غسله حلوه كده، وحطيت فيها الثوم. شوية زيت برضو من بتوع البصل، وحطيت فيهم معلقة كده كبيرة من التوم، وحطيت شوية كزبرة وشوية كمون وهشوحهم مع التوم. المفروض وانا بحط الكزبرة والكمون يكون التوم لسه فاتح شوية، ما يكونش غمق زي كده. بس حطيتهم، وحطيت بقى الطماطم. انا يعني حوالي كده كيلو ونص طماطم. الطماطم برضو زي ما بتحبي، احنا عندنا ناس بتحب الصلصة كتيرة للكشري، وفي ناس بتحبها قليل، فزي ما بتحبي تكتري او تقللي طماطم. بس عادي اللي بتتبقى معايا انا بستخدمهم تاني في مرة تاني، يعني عادي ممكن اعمل بها اكلة تانية. الصلصة أنا حطيت لها إيه، أدوب حطيت لها بس ملح وفلفل وكمون وكزبرة في الآخر، وحطيت لها بقى 7 بهارات. 7 بهارات دي اللي بتديكي ريحة الصلصة بتاعت المحلات، أو لو ما عندكيش 7 بهارات هتجيبي بهارات كشري برضو من عند العطار. الاتنين نتيجتهم حلوة، بس بصراحة لما جربت 7 البهارات هي كانت معايا، النتيجة كانت أفضل. خلاص بقى كده غطيت الصلصة وسبتها تتسبك. هنا معايا الرز، كان شعرية والرز بس عادي، شوحت الشعرية برضو حمرتها. هنا البهارات كنت نسيت احطهم على الصلصة، حطيتها. الشعرية حمرتها تغمق شوية، ما بتبقاش نفس اللون بتاع الرز ابو شعرية، بتكون غامقة شوية. وشوية الرز حطيتهم عليها، وبعد كده شوية كمون، وزودتها مية بس وشوية ملح. بس هو ده الرز، مش محتاج حاجة كتير. هنا بقى هنعمل الخل. حطيت توم على برضو الزيت بتاع البصل، وحطيت شوية كمون واشوحهم بس كده، وانزل عليه بالخل. الخل بتاعي مش مركز قوي، فعشان كده مش هضيف له يعني ميه كتير، هحط شويه ميه قليلين. لو الخل بتاعك مركز مركز، هتحطي فنجان خل على فنجان ميه. انا هنا عشان ما كانش مركز فما حطيتش ميه كتير، يعني حطيت حبه ميه قليله، وحطيت شويه ملح. طبعا انا حاطه كمون معاه. كده بقى الخل بتاعي خلاص. الخل ما تعمليش التومه، ما تحمريش التومه قوي. التومه بس يا دوب تتشوح بس في شويه زيت وخلاص، على كده تطفي عليها. فضيت الخل في الطبق، ونفس الحاجة اللي عملت فيها الخل هعمل فيها الشطة. شوية زيت برضو من اللي احنا استخدمناه للبصل. نفس الكلام، ما تخليش الزيت يسخن وانت بتحط الشطة. لو الزيت سخن الشطة هتدي ريحة شياط، مش هتطلع معاكي مظبوطة، مش هتطلع معاكي طعمها حلو. طبعا هنا عمل يعني حاطة الشطة. بعد ما حطيت الزيت حطيت الشطة، يا دوب بس حسيت ان هي بتغلي كده الشطة في الزيت، زودت لها شوية مية. كمية الزيت بتاعت الشطة بتكون كتيرة، ما بتكونش قليلة زي بتاعت المحلات كده بالظبط. الشطة دي انا جايباها من عند العطار، هي مطحونة جاهزة. بس طبعا انا دايما لما بعمل كشري ما بحطش الشطة دي، عشان اصلا ما بحبهاش. انا بجيب شطة من اللي هي القرون دي وبطحنها عندي في البيت، بتكون اجمل وبتكون حامية جدا. طبعا احنا بنحبها اجمل من دي. بس في الوقت ده اللي كان موجود عندي استخدمته عادي برضو، بس بصراحة هي مش حلوة، مش نظيفة. في الاخر بتروق كده زي تراب في الاخر، بصراحة ما تكونش حلوة خالص. بس عملتها وخلاص بقى عشان الموجود. هنا معايا الطماطم كنت مقطعاها، خدت عليها شوية شطة وشوية خل، وبزود عليها شوية ملح بس رشة ملح كده. وتدوقي طعمها بقى تشوفي الملح بتاعها مظبوط ولا لا، عايزة حاجة تاني ولا كده مظبوطة. لو عندك عيش شامي هتحمصي شوية عيش وتحطيهم. ما كانش موجود عندي عيش شامي، كان عندي عيش بلدي من العادي اللي هو بيتباع في الطابونة ده. بيكون ناشف، لما بتيجي تحمصيه ما بيديش نفس الطعم اللي هو بتاع العيش الشامي. العيش الشامي بيدي قرمشة كده حلوة قوي. فكنت هتحمصيه برضو في نفس الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل، لو كان باقي شويه. مش باقي هتحط زيت عادي وتحمصيه، وترشي عليه مكعب مرق، بيديله طعم حلو جدا للعيش. طبعا زي ما قلت لكم ما كانش فيه عيش، فكده خلاص بقى انا كده خلصت يعتبر الكشري بتاعي. هنا بقى بغرفه، انا بحط حبه بسيطه من الرز، في ناس بتحب تحط رز كتير. ده كل ده بقى اذواق بتاعتك في الاكل، زي ما بتحبي. احط حبه بسيطه من الرز، وبعد كده بحط المكرونه.
الرز والمكرونه والعدس وكل بقى الحاجات دي، هي دي التكات اللي انا قلتها الاول. شايفين العدس بقى نشف خالص معايا ازاي؟ شايفين؟ ما شاء الله جميل جدا. هو ده نفس العدس اللي كنت بشوفه في المحلات، وكنت هتجنن بصراحه واعرفه بيتعمل ازاي. انا فرحت جدا ان عرفت الطريقه والله، فعشان كده قلت ان انا هعمل فيديو للكشري. انا عملت الكشري كذا مره، بس لما عرفت التكه بتاعت العدس دي قلت لازم أنا اطلع اقولها لاخواتي علشان يعملوها. بصراحه عجبتني جدا. العدس ما شاء الله ناشف ما فيهوش ميه. انا ما بحبش الكشري خالص وانا باكله يكون مروق ميه من تحت، بيكون بقى بصراحه بيغير طعم المكرونه خالص او طعم الكشري بتاعي. وهنا برضو ما عندك الحمص والعدس وكل الحاجات اللي قلنا عليها دي، براحتك الكميه اللي انت حباها بقى براحتك خالص. حط في كل طبق زي ما انت محبه. ما شاء الله شايفين البصل مقرمش وجميل جدا. حابه بعد البصل ما يطلع ترش عليه رشه ملح رشي. انا حسيت ان الملح بتاعي كده مظبوط في الاكل، فما حبيتش اديله رشه ملح تاني عشان الاكل ما يحدقش معايا اكتر. بس كده خلاص ظبطت الطبق بتاعي. الرز والمكرونه والعدس والبصل والحمص، ما بقيش غير الصلصه. ان شاء الله الصلصه بتاعتها جميله جدا جدا جدا. انا فعلا جوعت وعايزه اعمل كشري تاني دلوقتي. خلاص بقى كده بحط الصلصه، والصلصه طبعا بسيبها لما تتسبك خالص. حابه تخليها خفيفه شويه بس برضو تكون اتسبكت. انت هتزودي ميه وتسيبيها تتسبك جدا، اللي يكون طعم الزعقان او طعم الطماطم الني ما يكونش ظاهر خالص معاكي، تكون استوت حلو. بس في ناس بتحبها خفيفه وفي ناس انا بحبها تقيله كده عشان ما بحبش الميه خفيفه. الميه بتنزل كده في المكرونه من تحت ما يكونش طعمها حلو، او يعني شكلها كمان ما بيبقاش حلو، فعشان كده بحبها تتقل. بس كده ظبطت بقى الطبق الكبير ده، فمش هينفع ان انا ابهدله معاكم. فحطيت كمان طبق صغير لان ابني في الوقت ده كان ماشي على الدرس، فحطيت له طبق صغير كده وحبيت اجربه معاكم. كل حاجه بقى انت بتحبيها تحطيها كتير قليله براحتك خالص. حطيت بقى الطماطم وحطيت الشطه والخل، ما شاء الله جميل جدا. والطبق اللي في الاخر ده حطيت فيه شويه صلصه كده علشان اللي حابب يزود صلصه. انا طبعا بحب اقدم الكشري بتاعي كل واحد في الطبق بتاعه لوحده. ما بحبش احط كلنا ناكل مع بعض، عشان كل واحد بذوقه. اللي بيحب يكتر شطه خل، كل واحد بذوقه في الاكل. وده شكل الكشري بتاعنا، ودي الطريقه المظبوطه اللي هيطلع معاكي احلى كشري هتاكليه. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. بالف هنا وشفاء لكل اللي يدوق وكل اللي يجرب. مع الف سلامه والسلام عليكم.